بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي الغاليات متتبعات قناة يوميات بلاد الزواق، جبت لكم اليوم وصفة تاع مادلين لذيذ واقتصادية ومكوناتها غير قليلة بسيطة، موجودة في كل بيت بإذن الله. هنا المكونات اللي عندنا أنا حاولت نحطها لكم في كيسان هكا صغار تاع التاي، باش تعرفوا على الأقل المقدار المضبوط لكل حاجة راح نستعملوها. هنا جبت 3 كيسان زي بعضهم، واحد حطيت فيه الزيت، وواحد حطيت فيه شوية حليب، وواحد حطيت فيه السكر. تاع الحليب كما راكم تشوفوا نقصت منه شوية، قيس 1 سنتيمتر هكاك. نبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا. نجيبوا البيض، 2 بيضات نفقسوهم في الريسيبيون اللي راح نخدموا فيها، من بعد نديروا عليهم رشة ملح ونخلطوهم مليح. تقدري تستعملي الفرشيطه ولا تستعملي الفوي، تزيدي تلوحي عليهم السكر تاعك وثاني تخلطي شويه هكا باش ما السكر يتخلط مليح في البيض. الوصفه ما تحتاجش يعني الباتور ولا روبو، ولا غير بيدك باك تطلعيها. هنا تزيدي شويه لافاني، الا كان عندك السائل تقدري تستعملي السائل يعني احسن، وتحركي مليح السكر ولافاني والبيض. هادو لازمهم يتحركوا مليح لدرجه انك تشوفي شويه الخليط بدا يبيض هكا. من بعد تزيدي هذيك الكيله تاعك تاع الزيت الثاني وتواصلي التحراك، وكذلك الحليب وتحركي مليح. بعد ما دخلتي المكونات تاعك كامل مع بعض، يعني حوالي هكا 3 دقائق ولا 4 دقائق فقط، وانتي تخفقي فيها تشوفي الحوايج كامل امتزجوا مع بعضهم كيما راني وريتلك دركا، والخليط تاعك ولا منسجم ولا شغل يبيض. من بعد تجيبي الفارينه تاعك اللي هي حوالي كأس، تبداي تضيفي اول نصف كأس، تضيفيه هو الاول وتحركي شويه حتى تدخل الفارينه هذه كامله في المزيج. وتجيبي نصف كيس من الخميره الكيميائيه، نصف كيس حوالي ملعقتين صغار تاع القهوه فقط. هذا المقادير اللي انا عطيتك اليوم راح تخرج لك باذن الله حوالي 10 حبات مادلين. بعد ما دخلت لك الفارينه هذيك مليح مع المكونات، تزيدي تكملي نصف كأس الفارينه الثاني اللي بقالك. احنا حطينا النصف الاول وحركنا، ومن بعد كملنا النصف الثاني وواصلنا التحريك، يعني كملنا كأس كامل من الفارينه. تواصلي الخفق تاعك حتى تلقاي هذاك المزيج تاعك امتزج كامل، والفارينه تاعك كامله دخلت مع هذاك البيض والزيت والسكر، يعني تلقايه خليط منسجم. بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا فيه، ما يجيش عاقد بزاف وما يجيش خفيف بزاف، يعني وعلى حساب النوع تاع الفارينه. لكن لقيتيه جاك هكا شغل خفيف تقدري تزيدي له حوالي ملعقتين ولا ملعقه واحده فقط، يعني وعينك ميزانك. هنا كي تعودي تهزي فيه هكا وتلقايه باللي حاكم روحو، ثم يعني راهي الوصفه تاعك ناجحه والمقادير تاعك مضبوطه. تجيبي حبيبتي ليمول تاعك تاع لي مادلين. الا كان عندك ليمول كيما هادو تاع السيليكون وكنتي خادمه بهم من قبل، تسمى ما كان ليه تدهنيهم بالزبده، ولا كان اول استعمال ليهم دهنيهم شويه فقط بالزبده هكا باش ما يلصقولكش. وتقدري ثاني تستعملي لي كيسات الكبار، الاكواب الورقيه، ولا اي مول واحد اخر عندك ليسونسيال يكون خاص بالمادلين. هنا تجيبي الخليط تاعك، تحبي تعمليه في بوشادوي باش تفرغي في الكيسات، ولا كاين واحد كاين اللي عندهم هذاك الشغل طبق هكا وتعبزي عليه يخي هو يهبط هذا الخليط في الكيسات ثاني كيما تحبي، ولا بالمغرفه كيما انا. الاكواب تاعك ما تمليهاش بزاف، حطي حوالي خلي تقريبا 1 سنتيمتر الى 1.5 سنتيمتر هكا في العلو يكون فارغ. من بعد كيما انا هنا كنت حبيت نديرهم محشيين بالمعجون، كل وحده نهز قيمه ملعقه صغيره تاع قهوه من المعجون ونحطها فوق الخليط هذا. وكاين اللي ما يحبش هذا المعجون يكون من داخل ما يعملش. انا هنا ولادي ما يحبوهش ثاني ما عملتوش، خليت لهم حبات هكاك ما فيهم. من بعد تدخليهم للفور تاعك حوالي 15 دقيقه فقط، تكون النار زايده شويه.
انا هنا بعد ما كانوا طابوا فزت عليهم 15 دقيقه، خرجتهم من الفور، مازال ما نحيتهمش يعني من هذا الاكواب تاع السيليكون. خليتهم بردوا شويه ومن بعد نحيتهم، جبت شويه معجون بالبانسو باش ندهنهم هكا من فوق يعطيهم شويه لمعه. وهذه هي النتيجة غالياتي اللي أنا تحصلت عليها. هنا بعد ما تدهنيهم هكاك هما سخونين راح يتشربوا هذاك المعجون ويجيو ما شاء الله عليهم. تقدري تزيدي لهم أي إضافات، يعني ما تتقيديش بطريقة التزيين، أنا فقط حبيت ندير لهم بهذه الطريقة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتكون الطريقة تاعي في الشرح وصلت لكم المعلومة. تقدري تحطوهم فوق هاد البورت غاتو للتقديم الفردي، ولا ثاني تقدري تحطيهم في صحن مع بعضهم. تقدري تستعملي لهم ثاني ليكيسات باش تسمى باش يجوا هكذا باهيين. نتمنى بإذن الله يكون الفيديو نال إعجابكم، نوصل معكم هنايا للنهاية، ونقول لكم حبيباتي ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك مع تفعيل الجرس. مع السلامة.